هنقبل كلنا بعض. والاخوان خدوا اغلبيه في انتخابات نزيهه، مش انتخابات متزوره، بدون تزوير وبدون عنف. ومن حقنا نجد المشترك نبيل، مش بس الاخوان، كل الاسلاميين اخوان وسلفيين كلهم، وما بين كل الليبراليين، وما بين كل اليسار، وما بين كل القوميين. دي الاربع مدارس اللي في مصر وفي الوطن العربي. المدارس دي المفروض انها بتطرح خلافات، لكن وكلها يسقى من ماء واحد هو ماء الوطنية المصرية. عاوزين نتعلم نتفق على المشترك واحنا بنختلف على محل الخلاف. اذا كان في حاجة كبرى هتحقق نهضة كبرى وانتوا كجيل مسؤول عنها، ان يبقى عندكم ثقافة واخلاقيات وروح البحث عن المشترك واحترام التنوع في نفس الوقت. لا ينفع نبقى استنباط من بعض، ولا ينفع ما نختلف نقطع في هدوم بعض، كلاهما مسعى خاسر وخائن. الشطاره فين؟ في جيل عاوز يبني انه يشوف ايه ما يجمع المصريين ويحقق مشروع كبير للنهضه نتشارك فيه، وايه اللي يحفظ للمصريين حقهم في نفس اللحظه في انهم يختلفوا بما لا ينسف ارض الاتفاق. على هذا الاساس هنتعامل مع الكل بما فيهم الاخوان او حزبهم السياسي. وبعدين اللي في مصر ده دوري مش ماتش واحد. ففي ماتش في حد بيكسب فيه، لكن في اطار الدوري الماتشات الجايه قبل تعديل النتائج. محدش يتصور ان في طرف هيهيمن على الحياه السياسيه لوحده، ولا حد هيقدر يستبعد او يستأصل طرف من المصريين من معادلة العمل الوطني. اذا ربنا كرمنا بقى وكان عندنا هذا الفهم للبحث عن المشتركات واحترام الاختلاف، هنبقى بنخدم مصر بالمعنى العام وبنحترم ما فيها من احزاب واتجاهات رأي كلها بدون استثناء.